السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن الضغط العالي. طبعا الضغط من الأمراض المزمنة، معنى كده إن هو لو حد عنده ضغط هيكون العلاج بتاعه مستمر معاه طول الوقت، لكن بالتغذية الصح وإن هو يوصل للوزن اللي المفروض يكون عليه هنلاقي إن الجرعات بتاعة العلاج بتاعته قلت تقريبا للنص. هو الضغط المفروض بيكون كام على كام؟ بيكون 120 على 80. لو حد ضغطه واطي هنلاقيه 90 على 60. اشمعنى انا بدات بموضوع الضغط الواطي؟ عشان في موقف كده دايما بيحصل مع البنات، اللي هو ايه بقى؟ تدخل صيدليه تقيس الضغط بتاعها تلاقيه مثلا 100 على 80، تلاقيه في الصيدليه وغالبا ما بيكونش دكتور، يقول لها انت كده ضغطك واطي، ممكن يديها نقط وكلي حاجه حادقه وكلي حاجه مره واحنا مش ناقصين مرار في حاجه. 100 على 80 بالنسبه للبنت ده رقم عادي جدا. ليه؟ بسبب هرموناتهم اللي تعباهم وتعبانه معاهم، وبسبب كمان فقد الدم اللي بيحصل بشكل شهري، ده بيخلي ضغط الدم ما يوصلش ل 120 على 80. ف 100 على 80 بالنسبه للبنات ده رقم عادي جدا. امتى بقى اقول على حد ان هو ضغطه عالي؟ من اول ما الاقي الضغط 130 على 90، عشان في بعض الدول بتعتمد من اول 140، بس هو من 130 على 90 انا كده ابدا اعتبر ان الشخص ده ضغطه عالي. طيب هل انا لو قست الضغط لحد مره واحده وطلع 130 على 90 انا كده بعتبره مريض ضغط؟ لا خالص، انا لازم اقيس الضغط 3 مرات في 3 اوقات مختلفين، ويكون الشخص في توتال ريست. يعني ايه؟ يعني يكون قبلها كان في راحه تامه، مش جاي من مشوار او طالع سلم وبعد كده اقيس له الضغط. لا، لازم يكون كان في راحه تامه وبعد كده اقيس له الضغط في 3 مرات 3 اوقات مختلفين. 130 على 90 يعتبر كده الشخص ده عنده ضغط والضغط بتاعه عالي. لو وصل الضغط 180 على 110 دي حالة امرجنسي، دي حالة طوارئ، لازم يتنقل على طول المستشفى او لازم يكون في المستشفى، لانه لا قدر الله ممكن يكون في مضاعفات، هندخل بقى في حاجات زي نزيف وحاجات كده ملناش دعوه بيها، فالرقم ده لازم يكون هو ساعتها في المستشفى. هو ليه بقى قياس الضغط رقمين مش رقم واحد؟ يعني انت لما تيجي تعمل مثلا تحليل سكر يقول لك سكرك 70 صايم، مثلا سكرك 80، جميل، لكن في الضغط بتلاقيه رقمين كذا على كذا. ليه؟ لان كل رقم فيهم بيقيس ضغط الدم في وقت مختلف غير التاني. ازاي؟ انا عندي دلوقتي القلب بيعمل الانقباض عشان يزق الدم في الاورطي اللي هو الشريان الرئيسي في الجسم، عشان يوزع او يغذي باقي الجسم بالدم. ساعة الانقباض دي ده الرقم العالي اللي هو الرقم اللي فوق، وبعدين يحصل انبساط عشان القلب يستقبل الدم. القياس ساعة الانبساط ده اللي هو الرقم الايه؟ الاقل. يعني ال 120 ده الرقم العالي، ال 80 ده اللي هو الرقم الاقل لما يكون القلب في حالة انبساط. ايه بقى اللي يوصل شخص ان هو يكون ضغطه عالي؟ عندي اول حاجة السمنة. بصوا، هنلاقي السمنة وعدم ممارسة اي نشاط رياضي دول موجودين معانا في كل تقريبا الامراض المزمنة او في معظم الامراض اصلا. يعني السمنة وعدم ممارسة اي نشاط. عندي ايه كمان؟ لو حد عنده ارتفاع دهون، ارتفاع الدهون برضه هيسبب ان الضغط يعلى. كمان الكحول، لو حد بيشرب كحوليات، لان الكحول اصلا بيرفع ضغط الدم. التدخين، لان التدخين بيأثر تأثير مباشر على الاوعية الدموية. كمان هنلاقي امراض الكلى، لو حد عنده مرض في الكلى هنلاقي الكلى والضغط الاتنين مرتبطين ببعض. لو حد عنده مشكلة في الكلى، لان الكلى هي تعتبر اكبر عضو او اكبر جهاز بيستقبل دم من الخارج من القلب، فلو حد عنده مشكله في الكلى هيوصل ان هو عنده مشكله في الضغط، والعكس ان لو حد ضغطه عالي دايما باستمرار ممكن ياثر على الكلى. يا رب تكونوا استفدتوا واشوفكم على خير.